السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. كان أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا به تكبر عائلة المطبخ الجزائري، في نفس الوقت فعلوا الجرس به يوصلكم جديدين ديما مع الوصفات الرمضانية. اللي جبت لكم ريحة رمضان، جبت لكم وصفة جد رائعة واللي هي المطلوب بطريقة جد سهلة وبسيطة ويجي بزاف خفيف وطري. لهنا في القصعة حطيت 3 كيلات تاع سميد، لازم تكون النوعية تاعو نوعية جيدة، مع كيلة تاع فرينة. لهنا نجيبو الزريرة، لهنا هذه الزريرة عبارة على سانوج وحبة حلاوة وزريرة البسباس وجنجلان. نضيفو ليهم ملعقة تاع خميرة كيميائية ونضيف ملعقة أخرى خاطرش الجو شوية بارد. كي تكون الدنيا سخانة استعملوا ملعقة واحدة. نضيفوا على هذه المكونات ملعقة تاع سكر عادي. بواسطة اليد نحركوا كل المكونات جافة مع بعضها، خاصة انه خبز المطلول نستعملوه بزاف في شهر رمضان. انا تقريبا راهو كل يوم يطيب، اذا ما طيبتوش هو نطيب خبز الدار، يعني ضروري ما نحبوش ناكلوا الخبز في شهر رمضان، توجور نحبو الكسرة. لذا حبيت نشارك معكم هذه الوصفة اللي ديما نطيب بها الخبز المطلوب. لهنا بعد ما تخلطوا كل المكونات الجافة انا نقسم هكذا الى نصفين. نجيبوا لهنا نحطوا كمية الملح ملعقة كاملة ونقسم بهذا الشكل، يعني كل جزء تاع ملح راح تكون في هذه الكمية تاع دقيق. في هذه الاثناء غنكون دايرة المسخون كنت حطيته على النار. لهنا كي تعجنوا خبز المطلوب تاعكم لازم يكون الماء ماهوش يسخون يغلي، لازم يكون ملذلذ دافي بركة. ونبدو نلمو بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. لازم تكون نوعيه الدقيق تاعكم باهيه باش ينجح لكم المطلوب. هذه الوصفه توجور انا نحب نديرها، جربوها وقولوا لي رايكم في التعليقات. وانتم قاعدين تتفرجوا في الفيديو ما تنسوش ديروا اشتراك للقناه، واكيد بلا ما تنسوا ديروا لي جيم وكومونتير وقولوا لي رايكم في القناه. هنا راني غير نلم بركه ماشي كاع نقطع. شوفوا كي تلموها بهذا الشكل خلوها شويه طريه ماهيش يابسه، بهذا الشكل راهي طريه. ونكتفي بهذا القدر، ما ندلكوهاش دركا. ونجيبوا طرشونه ونغطاها ونخلوها مامبا 5 دقائق ولا 10 دقائق تروبوزي مليح. بعد ما روبوزيت مليح الكسره تاعنا، لهنا نبدو بطريقة العجن. لازم تحكموا تقطعوها مليح بيديكم بهذه الطريقة. شوفوا هذيك الطروة كامل راهي نشفت دركا مبقاتش طرية، وهذا هو السر تاعها. لازم تخلوها شوية تروبوزي باش تبدو تقطعوا فيها. ما تبدوش تضيفوا الماء على الاول، قطعوه وهي يابسه بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. لهنا راني ما حبيتش نسرع الفيديو، راني غير بالعقل معاكم باش تشوفوها خطوه بخطوه. لهنا كاين بعض الاخوات اللي يحبوا السانوج يقدروا يديروه في الاخر، ما يديروش مع الاول. انا نحبو توجور نديرو مع الاول. لهنا راني نقطع فيها وهي يابسه، ابقاو ادلكوا فيها على الاول شويه وانتم تقطعوا. لهنا راهي نشفت تماما، راني نقطع فيها وهي يابسه. نسقي فيها غير بالعقل تدريجيا كما راكم تشوفوا معايا. طريقه جد سهله وبسيطه. انا راهو عندي البيترا نقدر نحطها في البيترا ونبدا نسقي فيها، بس حبيت ندير بيدي معكم باش الاخوات اللي ما عندهمش البيترا يقدروا يديروا الوصفه وينجحوا فيها. لهنا لازم تبدو كي تبدو تدلكوا بهذه الطريقه، ما تحطوش كميه كبيره تاع الماء، ادلكوا وسقوا حتى تحصلوا على قوام اللي نتوما تحوسوا ليه. ولهنا كملاحظه كسرة المطلوب ما تجيش يابسه، العجينه تاعها لازم تكون طريه. انا درك نبدا في كل مره ندلك ونضيف الماء حتى نحصل على القوام اللي نحوس عليه. بعد ما تدلكوها مليح شوفوا القوام تاعها كيفاه يولي بهذا القوام اللي راكم تشوفوا فيه. درك نجيب كميه تاع زيت تقريبا 2 ملاعق نديرهم بهذا الشكل، ونبدا نعاود نلم العجينه. انا ديما الزيت نحب نحطه في الاخر ما نحطوش على الاول. لهنا العجينه لازم تكون طريه بزاف. شوفوا القوام تاعها طريه بزاف، تبقاو تدلكوا فيها حتى تحصلوا على القوام هذا. ونبدا نقسم فيها كويرات. تحبوا القرصه تاعكم تكون كبيره ولا صغيره كيما حبيتوا، ما تخلوهاش الزيت تخمر. نقسموهم الى 3 كويرات يكونوا متساويين بهذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. وكان بعد القصعه على جنب نجيبوا هذه اللي نخبزوا عليها الكسره تاع المطلوب، نرشها شويه فرينه ونحط القرصه تاعي فوق منها
هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. ونفس الشيء مع الكويرات الاخرين. دركا نبدو نقرصوا فيها. كي تبدو تقرصوها روحوا معها غير بالعقل، ولازم تكون العجينه تاعكم طريه. شوفوا النعجن فيها، ولي بول هذوما راكم تشوفوا فيهم سما دركا راهي معجونه مليح. نرش شويه فرينه ونبدا نحلها بالحلال. لهنا السمك تاع القرصه تاعكم، اذا كنتوا تحبوه رقيق رقاها، واذا كنتوا تحبوها خشينه خلوها شويه خشينه. مع الزيت تطلع لكم تجيكم سوا. انا ما نحبش لهنا المطلوع يكون خشين بزاف، غير راح ندير وحده بركه خشينه باه تشوفوها كيفاه تجي. وباقي القرصات راح نقرصهم رقع، نبقاو نقرصوا فيها مليح حتى نتحصلوا على شكل دائري للقرصه تاعنا، ونغطيها ونخليها تخمر مليح، ونحط الطاجين يسخن. لهنا هاهي خبزه المطلوع تاعنا راهي طلعت وكيفاه الحجم تاعها. دركا هنحطها في الطاجين نطيبها. الكسره راهي طابت، لازم تبقاو تدوروا فيها مليح حتى تحصلوا على اللون هذا الذهبي. نحنا نقطعها قدامكم باه تشوفوها كيفاه تجي. بسم الله، شوفوا كيفاه تجي ما شاء الله. شوفوا حتى السمك تاعها خشينه بصح من داخل. شوفوا كيفاه راهي فيها الثقوب بمقادير جد بسيطه، والطريقه تاعها ولا اسهل. عجنها مباشره دون دلك. هذه الخبزه اللي قلت لكم درتها لكم انتم خشينه، وانا نحبها بهذا السمك اللي راكم تشوفوا فيه في القرصه الثانيه. بسم الله وما شاء الله. نحب السمك تاعها كي من هكذا، ما تكونش الخشينه هذيك بزاف. لهنا الكميه اللي استعملتها تلاجين قدامكم، خرجت لي 4 قرصات. شوفوا ما شاء الله. درك انا راح نكمل نقسمهم وتشوفوهم في شكلهم النهائي. خبزة المطلوع تاعنا راهي جاهزة. شوفوا ما شاء الله جات خفيفة. شوفوا طرية ماهيش اليابسة هذه. جربوا الوصفة اكيد راح تعجبكم. انا اليوم حبيت نديرها مع الملوخية. فيما يخص الملوخية، اللي ما تعرفش دير الملوخية راني دايره في القناة فيديو خصيصا للملوخية، راهي معروفة عند ناس الشرق. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. شوفوا كي نقعوا بالملوخية بالكسرة المطلوع تجي بنة على بنة. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه يوصلكم جديدي. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.